السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من الكورة مع الأزوري. ازيكم؟ النهاردة يا جماعة كده هنتكلم عن القمة التاريخية السعودية. الصراحة في الدوري السعودي، دوري الروشن السعودي. الصراحة هو الفيديو ده اتأخر لأن كان فيه كذا ماتش ورا بعض مهمين. الصراحة أنا مش الماتشات دي لازم أتفرج عليها. يعني ماتش زي الأرسنال ومانشستر سيتي، ماتش زي مانشستر يونايتد وتشيلسي. طبعا الماتشة دي يعني ماتشة قمة، ماتشة قمة يعني ما. بس أنا اخترت بقى عشان أقول على الفرق. قارن نفسك بالدوري السعودي، هو ده اللي أنا بتكلم عليه. يعني قلت لا مش هجيب حاجة أوروبية، لا لا مش هجيب حاجة أوروبية. أهو أنا بجيب لك جنبك الدوري السعودي يا جماعة. من أول الراجل اللي بينور النور في الاستاد، إدارة المباراة. في فرق بين اتحاد عايز ينجح مسابقة وينجح منظومة وينجح رياضة عنده، وفي فرق الناس مصالح شخصية كلها. كل واحد عايز يقعد على الكرسي، وهو اللي عمل وهو اللي سوى. يا جماعة هاتوا ماتش الأهلي والهلال السعودي، قمة في كل حاجة، قمة في كل حاجة. بقول لكم من أول النور بتاع الاستاد لغاية الولاد بتوع الكور، الولاد بتوع الكور اللي بينقل الكوره، بيحطوا الكوره ويجيبها. نظام نظام. المهم الماتش ده يا جماعه عجيب. يعني الماتش ده في اول لما اولا الاهلي كان مسيطر على المباراه. يعني انا هقول لكم كده كام حاجه. الاهلي كان مسيطر على المباراه حتى النسبه. الاهلي وهو مغلوب 3-0، مغلوب 3-0. الاهلي كان 64% والهلال 36%. قول لي ازاي؟ اقول لك التكتيك بتاع الكوره، تكتيك الكوره. المدرب عايز ايه؟ بس نضاره الايه، القرايه. المدرب كان عايز ايه؟ مدرب يا جماعه، المدرب. الماتش ده اتقسم ماتش، الشوط الاول للهلال والشوط الثاني للاهلي. قمه قمه. الشوط الاول الهلال كان عنده قلب كده، تحس واقفين كويس منظمين، واقفين كويس ومنظمين. الشوط الاول بالذات وكان التركيز عالي جدا عندهم. والاهلي الاهلي بقى كان يعني الضغط بتاع المباراه، او ضغط المباراه كان عنده انعدام وزن كده شويه. هو بيهجم مهاجم بس مش بتركيز، مش مركزين. والاهلي كمان كان متهور تكتيكيا. وبان الكرة، بان الكلام ده في الجون الاول. الجون الاول يعني خطأ كبير. المساك اسمه بتاع إيه، إيبانيز، المدافع الأرجنتيني. إيبانيز الولد ده أصلا كان بيلعب في روما، وبعد كده الهلال اشتراه. بس لعيب محترم جدا جدا. بس من كتر الحماس والاندفاع ما كانش عندهم انضباط تكتيكي. كانوا متهورين، قاعد عايز يهجم يجي عشان يكسب. ده عيب تركيز عند اللعيب، ما كانش مركزين، ما كانوش مركزين بعكس الشوط التاني خالص. يعني الجون الاول جه ازاي؟ ايبانيز ده طلع بالكوره، الكوره اتعملت، طلع بالكوره بدل ما يلعبها بدماغه او يقطعها لعبها بصدره، قام واقع. الكوره اتنقلت تك تك راحت. الكوره اتعكست في الجنب الشمال عند تيو. تيو اخد الكوره تك 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 بيو، شوطه. ده الفرق في لعيبه. ده اهو، ده اهدي كده مثلا، دي ملعوبه، دي خطه ملعوبه. ان الكوره اتنقلت واحد اتنين، تيو هيطلع من الجنب الشمال على طول. ما تقوليش ان ده، لا، ده شغل تكتيكي في الملعب، شغل متحفظ محفوظ. يا جماعه المذيع نفسه وهو، يعني انا بقول لكم ليه كل مره بكرر على الاداره، اداره المباراه. المذيع نفسه بيقول يا جماعه احنا مش في الدوري الايطالي ولا في الدوري الاسباني ولا في الارجنتين ولا في البرازيل، لا، احنا في السعوديه. الانبهار يا جماعه، التصوير.
حاجة كانت تحفة. نرجع للمباراة تاني. ف والهدف مالكم ده يا جماعة لعيب غير طبيعي. مالكم البرازيلي ده لعيب غير طبيعي. الجون التاني برضه هما الكورة تلات اجوان، تلات اخطاء. يعني تلات اجوان تلات اخطاء. برضه الجون التاني ده ايبانيز برضه، يعني آه، يعني كتف في كتف كده مع نونيز. نونيز اللي هو كان مهاجم ليفربول، اخد الكرة منه، يعني لف بيه اخد الكرة منه وطلع عليه. يعني نونيز ده يبقى اصل في ناس تقول لك ايه المهاجم طالما ما جابش جون يبقى وحش. لا، مبني عليه خطة تحركاته بيفضي السكك للناس، بيفضي السكك. حاجة معروفة جدا يعني. ال 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 لما الكورة لما نونيز اخد الكورة منه، نقل الكورة بسرعة لتيو. الكورة رجعت تاني، لنونيز اتعرضت لمالكوم تك، حطها. يعني مش عارف اقول لك ايه، بو بعظمة. لعيب عارف بيعمل ايه. الجون التالت نفس الفيلم، اللعيب واقع. هم بقى كانوا فاكرين ان الكورة هتقف، بس لعيبة الهلال بسرعة جدا بسرعة جدا بسرعة جدا. اللعيب كان فاكر ان الكرة هتقع، فكان عايز الجهاز الطبي ينزل. فما كانش فيه داعي، يعني الكرة مع الهلال والكرة لسه في الملعب. تك قام لعبها على طول لنونيز، ترجن 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 تك تك، حطها لمالكم. سوري، حطها لمالكم ببطن رجله، طلقة في الجون. طلقة زي ما جت زي ما خدها. حاجة روعة روعة. وبعدين كان في عيب كبير جدا، اللي هو اسمه علي مجرشي. ده كان عيب كبير كبير. التلات جوان جايين من ناحيته. التلات جوان كانوا جايين من ناحيته اخطاء، بغض النظر عن ايبانيز كان الاخطاء في الجون الاول والتاني، وهو برضو المفروض كان ده يغطي شويه. بس ما يا جماعه، ماتش تحفه بقول لكم، فنيا وتكتيكيا وكل حاجه. لان هو المدرب سكت ما سكتش. حتى هو ماتياس ياسلي ده قاعد يقول لهم فايت 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 فايت. مدرب الاهلي مش لاقي النحراره بتاعت اللعيبه، مش لاقيها. زي ما يكون كانوا نازلين واثقين، كانوا نازلين هيكسبوا كده هيكسبوا. اصل الهلال برضو مش في اوج حالاته يعني دلوقتي، مش في احسن حالاته الهلال. فكان طبيعي هيلعب على ارضه وسط جمهوره فهيكسب. ف آه، نزل الشوط التاني اخدين دش. يعني تحس ان كده ماتياس يايسلي ده هزهم كده، خلوهم عداهم دش تك تك ورا بعض، لهم فوقهم صحصحهم. الكلام ده كله بتاع المدربين. احنا مش هنعمل حاجه، احنا هننزل زي ما. بس هو خرج بقى اللي اسمه علي المجرشي ده، كان نقطه ضعف كبيره جدا، وقام منزل محمد عبد الرحمن. كان رائع الولد ده. وقف الدفاع اتظبط، ما عادش في تهور. وقف كل واحد في مكانه، قال لهم احنا مش عايزين تهور تكتيكي. هو ده اللي اتعكس في الشوط الثاني. اللعيبه زي ما هي بتلعب تحفه. نزل ضغط يا جماعه. الاهلي جاب الجون في الدقيقه تقريبا حاجه و70. يعني في الدقيقه، هقول لكم انا كام في الدقيقه كام. في الدقيقه، شوف كده، في الدقيقه 78 يا جماعه، 73. في الدقيقه 73، بس انا هتاكد لكم برضه. 79. في الدقيقه 79 جاب الجون الاول في الدقيقه 79 بعد الضغط ده كله. وفي طبعا نقطه تحول جامده جدا 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 جدا. نقطه التحول دي كان ايه؟ اصابه مالكم لما اتصاب.
يعتبر نص الهلال وقع، قوة الهلال انهارت، لأن هو وبعدين لما اتصاب مالكم تحس ان بيبو فيليب سيموني انزاجي اتبرجل كده، مش عارف هيعمل ايه. الفرقة انهارت، الفرقة انهارت خالص يعني. خرج مالكم ونزل علي اللجامي، ده مدافع. انت بتبين للفرقة اللي قصادك ان انت هتدافع. طيب بعد كده اما طلع تيو واما نزل متعب حربي، ماشي، ده باك بباك. خلاص النقطة دي بقى اما نزل محمد القحطاني مكان اليامي، ماشي. النقط دي كلها بينت يعني نزل جناح وخرج يعني عايز يعدل، عايز يوزنها يعني، بدل ما يلعب 4-3-3 بقى بيلعب 5-2-3. بس لقاها مش يعني مش نافعة. منزل جناح تاني محمد القحطاني مكان اليامي، بقى خرج باك ونزل بقى بيلعب تاني، رجع تخليها ايه 3-4-2-1. بس هو المشكلة ان كان الاهلي سيطر خلاص، الاهلي سيطر وهو التاني برضو مش ساكت. قام منزل فراس البركان مكان الجهني. فراس البركان ده خط وسط، لا مهاجم خط وسط، الجهني ده خط وسط مدافع. فبقى بيهجم لعب بهجوم طاغي صراحة. فراس البركان ده عمل تمويهة كده في الشوط في الجون الأول بتاع الأهلي. توني حط الكورة تحفة يعني، ما استناش، وان تاتش على طول، وان تاتش. الجون بقى جاب جون جاب. وبعدين التاني بقى لأن لما أنا قلت لكم إن إنزاجي غير تغييرة مالكم دي غلط، كان المفروض ينزل مهاجم عشان يبين خالص إن هو هيدافع. نازل لاعب مدافع، ادى انطباع للناس واللعيبه وكل حاجه ان هو نازل يدافع ويحافظ بقى، خلاص انا ضمنت الماتش 3-0. لا التاني بقى اشتغل، بدأ يخرج من خط النص ونزل مهاجم خط خرج خط النص ونزل مهاجم تالت، خط وسط مهاجم. بقى بيلعب بأربعة بقى بخليها 4-2-4 والعكس. لما تيجي طلع بقى محرز اخد راحته خالص. لما تيو كان واقف كان موقف محرز خالص، كان محجمه شويه. لما تيو طلع بقى محرز بقى بيلعب براحته، بقى بياخد الكوره ويطلع ويروح. ماتش ممتاز. ده الجون التاني محرز اخد الكوره، كان كورنر، اخد الكوره وقعد يمشي بيها براحته خالص، طلع تب هوب حط اوفر توني ديب بدماغه. تحفه يا جماعه. وطبعا التعادل هدف ديميرال، التعادل الجون الثالث كورنر. ديميرال توج مجهوده، ديميرال المدافع التركي العظيم توج مجهوده. خلاصة الكلام يا جماعة ان المباراة دي قمة، محدش كان مصدق ان الاهلي ممكن يرجع. الاهلي لو كان بس الماتش ده اتمد 5 دقايق كمان كان الاهلي كسب، لان الملعب اتقلب. ممكن بقى يكون الانطباع اللي ده انزاجي المدرب على اللعيبة ان هو هيدافع، ريح اللعيبة، التركيز قل، ريح اللعيبة خالص، التركيز قل، فادى انطباع ان الماتش خلاص خلص. طبعا يا ماتياس ياسلي استغل الموقف ده. وبيراميدز النهارده هيلاعب الاهلي السعودي، ياخدوا بالهم كويس جدا. توني ده مهاجم رهيب، لازم يبقى واحد عينه عليه. هي ايراد محرز مفتاح لعب قوي جدا، لما كان ممسوك الشوط الاول لما كان قفل عليه ما كانش عارف يتحرك خالص، فلازم يتمسك كويس. تركيز لعبة بيراميدز لازم يكون عالي جدا جدا جدا.
المهم نخش على كام حاجه كده بسيطه. المصري في الماتش اللي فات بتاع المحله قبل الماتش بتاع امبارح الزفت ده اللي تعادلنا فيه، الكوك غير 5 تغييرات. ماتش المحله ده كان بيدي انطباع للناس ان مفيش حد مالك مركزه. ماشي، كسبت، انا موافقك. رجع بقى الناس، رجع الناس تاني. انت نزلت في نفس التشكيل؟ لا، انت اديت تحذير خلاص للاعيبتك بعد ماتش الزمالك. لا، رجع الناس تاني. ما انت عاقبتهم خلاص وعرفت وكسبت من غيرهم في ماتش المحل. اديهم بقى تاني، رجع لهم الثقه تاني. لان امبارح المصري كده كان نازل والماتش في جيبه، متعاليين. فاركو هنكسبها، ده الاخير هنكسبه. لا غلط، الكوره ما فيهاش كده. 100 مره اقول الكوره ما فيهاش الكلام ده. على بال ما فقت، على بال ما فقت، واللعبه دي فاقت ولعيبه المصري دي فاقت، كان الماتش عدى. فتره اللعيبه بقى بتاعت فاركو حطت رجليها في الملعب، بدأوا الحماس ياخدهم بقى والاندفاع والدنيا ده. كانوا هيجيبوا جونين في اخر الماتش، كانوا هيجيبوا فرصتين. كان لوادي لفاركو، لو كان اتصرف صح كان كسب. ده غلط. الكورة يا جماعة في الملعب، الكورة يا جماعة في الملعب، الكورة في الملعب. ما ينفعش، ما ينفعش، لازم تبقى مصحصح طول الوقت. والنهارده ماتش بتاع الزمالك ده خطر. ماتش الزمالك ده النهارده ده خطر، لازم يفوقوا برضه. ما تقوليش كسبت الاسماعيلي ومش عارف ايه والمطوشه وكسبت. لا، هو انت كنت في تمرينه. ماتش الاسماعيلي ده كان تمرينه للزمالك، كان تمرينه. ماتش الاسماعيلي ده كان تمرينه للزمالك. لازم يبقى فيه يعني زي ما تقول ايه، ان انت تدي لكل فرقه حقها. بالنسبه للمصري، يهاجم، ينزل، يضغط، يخلص، ينزل يخلص الماتش على طول. نقطتين ضاعوا منك امبارح. النهارده بقى الزمالك يتعلم. المفروض الناس دي شافت اللي حصل في ماتش المصري وفاركو، فيتعلم. انت هتلعب الجونه، والجونه دي طبعا قلنا جزء من الاهلي به وجيمو ده وايه والكلام ده كله معروفه. يعني هتنزل ميته قدامك النهارده، فلازم تخلص. ما كنتش مع اللي يقول لك ياخد الانذار عشان يريح ماتش الجونه ويستبقى مستعد لماتش الاهلي. طب ما حسام عبد المجيد ده ما خدش انذار ليه؟ ها، مثلا يعني مش ده كان المفروض ياخد انذار هو كمان؟ عشان ما لو اخد انذار بقى في ماتش الجونه مش هتلعبه في ماتش الاهلي. ايه النظام ده وايه العقل ده؟ ما تخليك يا عم بطبيعتك يا عم، والفرقه تنزل. وحذر لعيبتك، ما تحتكش بلعيب، ما تحتكش بالحكم، ما تحتكش كده. ما تتهورش في كوره، ما تعملش كوره كده وبس، وخليك العب الماتش عادي. ايوه في لعيبه في الزمالك وتعوض وكل حاجه، بس مش ده اللي يبقى الانطباع. لا، الكفتاجيه بتوع السوشيال ميديا دول اللي بيتكلموا في الكوره. الزمالك كان المفروض يدي الاسماعيلي ده 5-6، والناس بتوع الاسماعيليه دول يفوقوا. حرام كده، حرام. الاسماعيلي هينزل كده يا جدعان، فوقوا، فوقوا، حرام. الاسماعيلي كده يعني ايه؟ هاتوا يا عم مدرب من البلد يا ابني، يبقى قلبه على البلد. العجوز ده يمسك لوحده وهاتوا معاه حمص. الله، يا جدعان مش ممكن. يعني انا مش عارف، انا يعني كان حاجه عجيبه جدا، حاجه عجيبه جدا. يعني الماتش دايما بقول الماتش لما يكون في ايدك لازم تخلص، خلص، ما تستناش. الاسماعيلي كان الماتش في جيبك خالص. النهارده بقى لازم تفوق مع وادي دجله، مع الجونه، لازم تفوق. ما يعملش زي ماتش وادي دجله. انا كنت عايز اقول لوادي دجله سبحان الله، ما تاخدش الماتش زي وادي دجله وبعد كده يقوم لاسعك. لا، انزل وخلص واعرف كل فرقه حجمها، اعرف ودي لكل فرقه حجمها. آه يا جماعه شوفوا يا جماعه الكوره متطوره ازاي يا جماعه. اتفرجوا على الماتش يا جماعه. ماتش مانشستر وتشيلسي،
ماتش ارسنال ومانشستر والمان سيتي. يا جماعه احنا ما عندناش كوره من اول الاتحاد الكوره ده لغايه عامل غرفه خلع الملابس. شوفوا الناس بتتصرف ازاي والناس بتعمل ايه. ما عندناش كوره يا جماعه، ما عندناش كوره. هات ابسط حاجه، هات ماتش يا عم الهلال والاهلي واتفرج عليه وشوف النظام والتنظيم والامن والجمهور. وطبعا في حاجه حصلت امبارح كده كويس ان افتكر، في كاس خادم الحرمين الشريفين. حفظوا الله ورعاه. كان في ماتش الابها والشباب. الشباب يا جماعه كان بيلعب ناقص من الدقيقه، مطرود منه اتنين في الدقيقه 31 والدقيقه 45. الشباب امبارح عمل اعجاز، تعادل، وصل لغايه الاكسترا تايم وتعادل 2-2. جه في اخر الماتش كراسكو جاب جون. الفار قام ندهله، انا قلت في ايه؟ الفار رجعه على اساس ان في بلانتي الابها، وده اصلا ما كانتش بلانتي، الكره ايده جنبه. قام الحكم لغي الجون ومرجع الكره فاول. طب ما حسبتش بلانتي الابها ليه؟ خطأ كبير جدا من الحكم بتاع امبارح. وكان المفروض انا كنت شاكك يعني لو الشباب كان اتغلب كان الماتش ده اتعاد. لو الشباب كان اتغلب بالبلانتيات كان الماتش ده اتعاد، لان ده خطأ يستوجب اعادة مباراة. ما هو يا اما تدي بلانتي لابها يا اما تحسب الجون بتاع الشباب، مفيش غير كده. انا مش عارف بقى الحكم ده حاسب ايه. لو حد من اخواننا السعوديين شاف المباراة يشوف لنا كده الحكم ده حسب ايه. ما انا مش عارف، هو حسب كده حط الكوره جوه ال 18 ولعب فاول، ما اعرفش ده بقى ضربه حره غير مباشره ليه، مش عارف. ما تنسوش يا جماعه اللايك والشير والكلام ده، ماشي. وما تنسوش برضو كوره مع الازوري هتكون جميله وبيور. السلام عليكم.